إزاي تعمل نموذج إدخال بيانات؟ بمعنى إن أنت يبقى عندك نموذج صغير كده تبدأ تكتب فيه بيانات العميل أو الموظف، وأول ما تضغط على إدخال البيانات يبدأ يرحل لك البيانات دي تلقائي في الجدول. ده اللي هنعرفه مع بعض النهاردة في الفيديو. يلا بينا نشوف هنعمل النموذج إزاي. هنيجي عند الشيت بتاعنا ونبدأ نكتب البيانات بتاعتنا، وليكن مثلا أنا هكتب الاسم زي ما احنا شايفين قدامنا، وبعد كده هكتب السن بالشكل ده. طبعا اكتب البيانات اللي انت عايزها، وبعد كده الوظيفة زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده هقول له مثلا الراتب بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. هاجي مثلا عند الاسم أبدأ أكتب أي اسم مثلا عشوائي مثلا زي كده أو حاجات افتراضية. نقول له مثلا السن بتاعه هيبقى 26 سنة، الوظيفة مثلا محاسب بالشكل ده، وبعد كده الراتب مثلا 6000 جنيه. هاجي بعد كده ان انا احدد الجدول بتاعي كده واضغط كنترول تي زي ما احنا شايفين قدامنا، واقول له اوكي. نتاكد طبعا ان علامه الصح دي موجوده، نقول له اوكي زي ما احنا شايفين قدام. بعد كده هبدا ان انا اظبط الجدول. تقدر تختار طبعا تنسيقات من هنا كده زي ما احنا شايفين كده، في تنسيقات كتير تقدر تختار منها، وليكن مثلا ممكن ان احنا نختار التنسيق ده، وبعد كده نبدا نظبط الجدول بتاعنا. نجيب كده البيانات في النص ونكبر شوية زي ما احنا شايفين كده. نبدأ ان احنا نخلي الخلايا تحتوي الكلام بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. تمام، دلوقتي بقى انا محتاج الفورم او ازاي هعمل الفورم علشان اقدر ادخل البيانات. هنيجي بقى طبعا عند العلامة دي كده، وهنيجي عند مور كوماندوس بالشكل ده، وهنيجي مثلا عند اول بالشكل ده، وهننزل تحت ندور على كلمة فورم. هننزل كده عند حرف الاف بالشكل ده، وهنلاقي هنا كده فورم اهي زي ما احنا شايفين قدامنا. هنعمل لها اد بالشكل ده، هو بيقول لي ان هي موجوده قبل كده، فاحنا هنعمل لها اد. بعد كده هنقول له اوكي، هتظهر معاك بالشكل اللي انت شايفه فوق ده. هنيجي بقى نقف على الجدول بتاعنا ونبدا نختارها زي ما احنا شايفين قدامنا. هيظهر معانا الشكل اللي احنا شايفينه ده، هنقول له نيو. دلوقتي انا عايز اضيف بيانات بتاعتي او بيانات جديده، هقول له نيو. هبدا هنا كده مثلا اضيف، وليكن مثلا هضيف محمد، وهنزل مثلا تحت اقول له مثلا سنه 26 أو مثلا 25 سنة، وهاجي عند الوظيفة أقول له مثلا مهندس بالشكل ده، وهاجي عند الراتب هقول له وليكن 8، وبعد كده هقول له اوكي او انتر. هيكتب لك البيانات على طول، وهكذا بقى لحد لما تعمل الجدول بتاعك او البيانات بتاعتك. طيب اقدر اعمل ايه تاني في الفورم دي غير ان اضيف البيانات بتاعتي؟ اقدر ابحث عن اي شخص انا عايزه في الجدول. لو جيت عند كريتيريا بالشكل ده، وجيت هنا قلت له انا عايز الموظف اللي عنده 25 سنة، واروح قايل له فاين نيكست بالشكل ده، هيجيب لي محمد عنده 25 سنة مهندس، والمرتب والراتب بتاعه زي ما احنا شايفين قدامنا. طيب اقدر ابحث ازاي تاني؟ هاجي عند كرايتيريا برضو، وهاجي هنا كده هقول له انا عايز الموظف الاكبر بالشكل ده. نعمل علامة الاكبر من زي ما احنا شايفين قدامنا كده، الأكبر من 25 سنة، وأقول له فاين. زي ما احنا شايفين قدامنا قال لي محمود اللي عنده 30 سنة وهو الوظيفة بتاعته مسوق. طبعا لو انت عايز تعدل على حاجة بتعدلها، مفيش أي مشكلة. وليكن مثلا أنا عايز أخليه يبقى عنده 35 سنة، بعد كده هقول له انتر. زي ما احنا شايفين هيبقى عنده هنا 35 سنة. تقدر تجيب أي حاجة وتقدر تمسحها من هنا، مفيش أي مشكلة خالص يعني. كمان ممكن تقدر تعمل إيه، وليكن مثلا هبحث عن وظيفة مهندس بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا، وهبحث واقول له فاين. زي ما احنا شايفين هيجيب لنا البيانات بتاعة الموظف ده. طب نفترض بقى دلوقتي انا عايز مثلا اخليها مسوق زي ما احنا شايفين قدامنا، مثلا غلطت او عايز ارجع الحاجات زي ما كانت، تقدر تعمل لها ريستور بالشكل ده، يرجع لك كل حاجة زي ما كانت، او هيرجع لك للبيانات الاولى اللي كانت مكتوبة. وطبعا تقدر تطبق الفورم دي على اي جدول عندك، ايا كان الكمية اللي موجودة تقدر تطبقها بكل سهولة، مفيش اي مشكلة. وبس كده نكون عرفنا ازاي نعمل الفورم بطريقة سهلة جدا وبسيطة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، وتعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو علشان الكل يستفاد. والسلام عليكم.